ازاي انا كمتداول في اسواق المال اقدر اقيس التضخم؟ طبعا انت عندك المواقع الاخباريه زي investing.com بيبقى قايل لك مثلا ان احنا عندنا النهارده من خلال التقويم الاقتصادي خبر اسمه السي بي اي. السي بي اي هو مؤشر اسعار المستهلكين، وعندي خبر تاني اسمه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وخبر تالت اسمه مؤشر اسعار المنتجين. وقف عند مؤشر اسعار المنتجين بينقسم الى كذا نوع: مؤشر اسعار المنتجين الزراعي، مؤشر اسعار المنتجين الخدمي، مؤشر اسعار المنتجين الصناعي. يبقى مؤشر اسعار المستهلكين والمنتجين دي المقاييس اللي بيعتمد عليها البنك المركزي في اي دولة، وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية، علشان يقيس التضخم عامل ازاي. طيب خلينا في الاهم اللي هو مؤشر اسعار المستهلكين اللي هو السي بي اي. السي بي اي ده اللي هو مؤشر اسعار المستهلكين بيقيس سله من السلع والخدمات، وبيقيم عليها تغير الاسعار كل شهر. بس في حاجه مهمه جدا ان هو يقول لك ايه: مؤشر اسعار الاستهلاك الشخصي مع استبعاد الغذاء والطاقه. يعني يبقى قايل لك اسعار الاستهلاك الشخصي او مؤشر اسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقه. ليه بقى؟ لان البنوك المركزيه عارفه ان الغذاء والطاقه دي حاجه خارج السيطره بتاعتها بسبب التغير العالمي في اسعار الغذاء او اسعار الوقود، النفط طبعا حسب بقى التوترات الجيوسياسيه وحسب موضوع اوبك والانتاج والكلام ده كله. فلما بيجي يقيس اسعار المستهلكين في الشهر بيستبعد الغذاء والطاقه. هتقول لي الله، طب هيفضل ايه بقى؟ هيتفضل حاجات كتير جدا، حاجات بقى الخدميه، الملابس، مبيعات المنازل، كل الحاجات دي ملهاش دعوه. هو بيبقى دايما القياس على الحاجات دي بيستبعد الغذاء والطاقه. فانت تبقى مركز قوي ان انت المؤشر ده تشوف الشهر اللي فات كان كام والشهر ده كام. طبعا المؤشر ده بيبقى شهري في الدول العظمى.